السلام عليكم. تعالوا اليوم غنوري لكم كيفاش تحدد الارغيومون ديال عدد عقدي زاد بدون ما تستعمل لا طابلو لا دائره مثلثيه. لنفترض انك ما عارفوش وبغيتي اي عدد عقدي تحدد له العمده ديالو او الارغيومون ديالو فقط بطريقه بسيطه كانك حافظ الدائره والجدول. نبداو ناخذ على سبيل المثال عدد عقدي عنده غير موجب والايماجيني موجب. اولا راك تعرف انت لو بغيتي تصايب الارغيومون ديال عدد عقدي خاصك ضروري تصايب الموديل اللي هو الغيال او كاري جذر 3 بلس او كاري اللي هو الغيال بلس الايماجيني او كاري غتعطيك جوج. الا بغيتي تحدد دابا انت الارغيومون ديال هذا العدد هذا جذر 3 زائد كتعامل بالموديل. شحال كتعطيك اسيدي الا عملنا بجوج كتعطيك جذر 3 على جوج زائد 1 على جوج يعملنا بجوج. هنا اش كندير؟ كنحاول نتعمد انني ما نقراش الايماجيني نقرا على الغيال. كندير جوج في 3 كتعطيني 6 يعني هي بي على 6 موديلون 2 بي. هذه الا كانوا بجوج بوزيتيف. ملي نفترض انني دابا في هذه الحاله عطيتك الغيال موجب وعطيتك الايماجيني نيجاتيف، شنو كدير؟ تتعامل بجوج كتعطيك هي جذر 3 على جوج ناقص 1 على جوج اي. انا شنو غندير؟ غنقرا الغيال جوج في 3 هي 6 غتعطيني هي بي على 6 وبما ان الايماجيني نيجاتيف غنضرب في ناقص وغندير موديلون 2 بي. في حاله كان عندي العدد العقدي الغيال سالب والايماجيني سالب غادي نعملو بالموديل غتعطيني ناقص جذر 3 على جوج ناقص 1 على جوج ونجي غنقرا الغيال. نتعقل دائما كنأكد على الغيال غنقرا الغيال جوج في 3 اللي هي 6 تعطيني هي بي على 6 بما انهم جوج نيجاتيف كنضيف بي غتعطيني هي 7 بي على 6. في هذه الحاله كنلاحظ ان هذا الارغيومون هذا ماشي برانسيبال ماشي زاويه رئيسيه في الدائره المثلثيه. غنحاولوا نقربوها رئيسيه من بعد. ثالث حاجه الا عطاني دابا الغيال سالب والايماجيني موجب غادي نعمل بالموديل غتعطيني ناقص جذر 3 على جوج زائد 1 على جوج اي. نجي للغيال جوج في 3 بي على 6 كتقول لي القاعده بما ان الغيال هو اللي نيجاتيف تنقص بي اذا الموديلون 2 بي. اذا في الاخير غنحصل على 4 الحالات بدون ما ندير الدائره والطابلو. اللي عجبو هذا الشرح هذا وبغى طرق بحال هادو مبسطه في الدروس ديال الايلين او الاكسبو او العقديات شارك معنا في الصفحه. السلام عليكم.